رائعة خارج الكرات هذه بعيدة عن حراس المرمى، صعب على الحارس انه يخرج. لو من خطأ فادح، خطأ فادح وانطلق اوزيل من هناك على الجهة اليمنى يلعبها فرام، كرة لسامي خديرة، رونالدو يسجل جول 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 كريستيانو رونالدو يفتح مدى التسجيل الدقيقة السابعة من عمر المباراة ويعادل دي ستيفانو في عدد الأهداف. 48 هدف سجلهم كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال، وفرحة 1500 مناصر والآلاف والملايين من عشاق الريال. دخل كريستيانو، واو هل كانت هناك وضعية تسلل أم لا؟ لازم ان المسطره نحسبها بالمليمتر، ولكن التمريره كانت رائعه من سامي خديره لكريستيانو رونالدو، خرج خلف المدافعين وسجل هدفه العاشر في دوري الابطال لهذا الموسم. كريستيانو رونالدو اللي يبقى الهداف ب10 اهداف، ورونالدو وميسي ب8. تلعب في العمق والتغطيه والانطلاقه من سنايدر. جول يا له بالجول. ايمانويل بوي يسجل هدف عجيب، هدف من ايمانويل، حطها في الزاوية بيمنى، تسديده رائعه تسعد الانصار، هدف ينسي الاداء المتوسط لجالاطاسراي. ايمانويل جاء من كوت ديفوار وسدد صاروخ، التمريره من نور الدين مرابط، بالرجل اليمنى في الزاويه اليمنى، حطها له ببراعه في الزاويه 90. كره ساريوغلو، محاولة توغل، ما زالت عنده الكرة، يلعبها على الجهة اليسرى، هي ممتازة، جول ويسلي سنايدر يسجل الثاني لجالاطاسراي. الملعب ينفجر فيه علي ساميون باسطنبول. جالاطاسراي متفوق على الريال بهدفين مقابل هدف واحد. لعبة ممتازة وتوغل رائع من ويسلي، برجله اليسرى توغل وبرجله اليمنى سدد وسجل هدفا ثانيا. جالاطاسراي متفوق على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في علي ساميون. صارت النتيجة الآن 4-2. الجالاطاسراي يوصل لايمانويل بوي على الجهه اليمنى، ايمانويل بوي هي الكره هذه في العمق لصالح عناصر فريق جالاطاسراي. سنايدر التوزيع، جول هدف في منتهى الروعه عن طريق اللاعب العملاق ديدييه دروغبا. يا له من هدف بالعقب، ممتازه من ديدييه دروغبا، هدف رائع. صارت النتيجة 3-1. لا يحدث هذا إلا في اسطنبول، لا يحدث إلا في تركيا، لا يفعله جالاطاسراي. عاد في النتيجة بعد ما كان منهزم ب1-0 في الشوط الأول، ها هو متفوق في الشوط الثاني ب3-0 على الريال. الريال في جهنم اليوم، الريال في جهنم اليوم أمام جالاطاسراي. 3-1 صارت النتيجة. يا لك من رائع يا ديدييه دروغبا، يا لك من رائع يا ديدييه دروغبا، وهو الفوز على الريال في هذه المباراة. آخر كرة وآخر لقطة لصالح بنزيما يلعبها في العمق لرونالدو، الكرة لم تصل، ما زالت عند بنزيما، هيصعب للريال. رونالدو الهدف الرابع، هدف ثاني لكريستيانو رونالدو. صارت النتيجة 3-2. هدف رقم 49 لكريستيانو في دوري الأبطال، الهدف الثاني عشر. ومع لا صورة جميلة جدا هذه الصورة بين فتيح تيريم ومورينيو. شكرا لك يقول مورينيو لفتيح تيريم على فوزك علي اليوم ب3-2. مباراة رجولية لعبها فريق جالاطاسراي، ولكن الريال عندما يكون بحوزة رونالدو يصنع الفارق ويسجل هدفين، هذا هو الهدف الثاني. صارت النتيجة 3-2.